بسم الله الرحمن الرحيم. تلخيص الفصل 12 من رواية أحلام ليبل السعيدة بعنوان الإفطار مع السيدة يعقوب. عندما نزل ليبل إلى الطابق السفلي وجد السيدة يعقوب على مائدة الإفطار وهي تتناول اللبن، فقالت له: أنا آسفة، لقد تمزق غطاء علبة اللبن، لكن ثمة نقطة ما تزال فوق علبتك. ثم صار يحسب وهو يتذمر: إذا استمر الأمر على هذه الشاكلة فإنني أحتاج إلى أسبوع كي أتمكن من جمع النقاط 100. ثم قالت السيدة يعقوب: سأعد لك قطعة من الخبز وسأدهنها بالزبدة. فاعترض ليبل قائلا: أنا لا أحب أكل الخبز في الصباح. فقالت له: خذ قطعة الخبز معك وكلها في الاستراحة. فقال: إنني أفضل أن أتناول قطعة من شوكولاتة الكاراكي. ثم قالت له: إنك نحيف جدا، وأنا سأعطيك الغذاء المناسب لك. فسألها ليبل هنا: ماذا سيكون غداؤنا لهذا اليوم؟ فقالت: ستعرف ذلك في الوقت المناسب تماما. فرد عليها بلهجة تشبه ما قرأه في الحكايات الشرقية: عفوا يا سيدتي، إذا أثقلت عليكم بأسئلة التافهة. فشعرت بالإهانة قائلة: أتريد أن تسخر مني؟ لا تظن أنني نسيت ما حدث مساء أمس. لقد أصبت بالرعب وظننت أنك هربت أو اختطفت. فاعتذر قائلا: أنا لم أقصد أن أخيفك، لكنني أردت أن أقرأ قليلا. ثم قالت له: لن تحصل على الكتاب ثانية. وتناولت الجريدة وهي تشعر بالإهانة، وبدأت بتقليب صفحاتها. كان ليبل يجلس قبالتها، فبدأ يقرأ بصوت عال من طرف الجريدة المقابل له بعض العناوين المزعجة، مثل: لا فرصة لنزع التوتر، ومثل: إن القوة العظمى هي التي تتحمل المسؤولية. فهنا احمر وجه السيدة يعقوب وصاحت وهي تلقي بالجريدة جانبه: لن أسمح لك بأن تعرض المزيد من وقاحتك أمامي. فقال ليبل: لقد أردت أن أقول نكتة. ثم قالت له: ما رأيك لو قمت اليوم بتسخين صلصة البندورة؟ فأسرع إلى القول: عندها سأذهب إلى السيدة يشكي. فهددته قائلة: إن فعلت هذا سأتصل بوالديك وأحكي لهما كل ما حدث. فرد على الفور بلهجة مسالمة: سأتغدى هنا. فقالت: يبدو أن التهديد كان مفيدا معك. هيا اذهب إلى المدرسة وخذ قطعة الخبز وخذ معطفك المطري أيضا. فقال لها: لكن الشمس مشرقة. فقالت: علينا أن نتوقع المطر عند شروق الشمس، وشروق الشمس عند نزول المطر. هنا حمل ليبل معطفه وركض إلى المدرسة. انتهى تلخيص الفصل 12. شكرا لحسن استماعكم.